السوق القديم كان دائما مغامرة، محلات معبية بحوايج غريبة ورائعة. سالم كان يحب يكتشف زواياه المخفية. في يوم من الأيام لقى كاميرا قديمة مغبرة مخبية في ركن منسي، كانها تناديه تهمس بقصص ذكريات منسية. سالم مفتون بسحرها العتيق قرر يشريها، ما كانش يعرف شنوة الأسرار اللي مخبية فيها. سالم خذ الكاميرا للدار متحمس يجربها، شرى فيلم وحطه صوابعه يرجف من الحماس. أول صورة وجهه المبتسم، كي تطبعات الصورة ابتسامته اختفت، في بلاصتها صورة مرعبة، طفلة بعيون حزينة تحدق فيه. ما كانتش موجودة وقتها صور. قلب سالم يدق في صدره، حاول يبرر يفسر لغز الطفلة إليه في الصورة، ممكن غلطة، عيب في الفيلم القديم، لكن في قرارة نفسه كان يعرف إليه هي حاجة أكثر من هكا. صورة الطفلة لاحقته في أحلامه، كان يحس بوجود في بيته بارد وروحاني. الأيام تحولت لليالي بلا نوم. الكاميرا كانت ثقيلة في يديه، تذكير دائم بالطفلة الشبح. قرر يرجع للسوق يبحث على أجوبة. ورى الصورة للبائع العجوز، عيون البائع وسعت بالتعرف. ريما، همس، طفلة اختفت من مدينتنا من سنين طويلة. سالم سمع مليح، مركز مع كل كلمة يقولها البائع. ريما اختفت بدون أثر، مخلية وراها لغز روع سكان المدينة. البائع دل سالم على دار ريما القديمة، مهجورة توا ومغطية بالهمسات على روحها إلي ما زالت موجودة. سالم مدفوع بقوة مجهولة عرف إن لازم يعرف أكثر على ريما. لقد دار على تلة تطل على المدينة، دهنها متقشر وحديقتها غابة من العشب. الهواء كان ثقيل بإحساس بالحزن والرعب. كي دخل سالم حس بقشعريرة باردة في ظهره. خرج الكاميرا وصور صورة أخرى. هالمرة صورة ريما كانت أوضح، عيونها الحزينة تحدق فيه مباشرة. سالم حس بموجة من التعاطف مع ريما، حس بروحه مرتبط بيها، منجذب لقصتها. قرر يكشف الحقيقة وراء اختفائها. بحث في الجرايد القديمة، سأل الناس في المدينة وجمع قطع من حياتها. عرف إلي ريما كانت تحب ترسم، كان عندها بلاصة مفضلة على ضفة النهر وين تقضي ساعات ترسم. باتباع حدسه سالم مشى لضفة النهر، حس بوجود ريما أقوى هنا، حزنها واضح في الهواء. خرج الكاميرا ووجهها للبلاصة وين ريما كانت تقعد. كي ضغط على زر التصوير، هبت ريح باردة بين الشجر وسمع همس خفيف: ساعدني. الكاميرا طاحت من يديه، عدستها تكسرت على الصخر. كي طبع سالم الصورة الأخيرة شهق. الصورة ورت شكل باهت لحاجة مدفونة تحت نفس البلاصة وين ريما كانت تقعد. اتصل بالشرطة، قلبه يدق بخليط من الخوف والحماس. الشرطة في الأول شككت، وافقت تحقق. اكتشفوا بقايا عظام مدفونة في الأرض، تأكدوا إلي البقايا هي متاع ريما. التحقيق كشف حقيقة مفجعة: ريما ما اختفتش، انقتلت، دفنت في بلاصتها المفضلة على ضفة النهر. الكاميرا مسكونة بروح ريما دلت سالم للحقيقة وريحت روحها بعد سنين من التيه. الخبر هز المدينة وجاب أخيرا نهاية لقضية ريما. سالم تغير للأبد بعد تجربته، فهم إلي الكاميرا ما كانتش مسكونة بشبح، لكن بقصة تستنى تتحكى. كانت تذكير مرعب إلي بعض الأسرار مهما اندفنت، عندها طريقة تظهر بيها للنور.